بنزل، مش بعرف، مش جعانة، مش ينفع، مش بنت كلب انت كده، مش بنت جزمة، لا حقيقي بجد، مش بنت جزمة انت قوي كده. يعني ولا دي الرقة ولا دي الأنوثة يا محمد يا علي. الرقة والأنوثة ده طبع، دي موهبة، الرقة دي موهبة. تقول لها كل الكلام الحلو اللي في الدنيا، كل الكلام، بحبك، وحشتيني، بعشقك، عينيكي، ودانك، رموشك، شفايفك، وسطك، كل حاجة، تقول لها كل حاجة، وفي آخر الجملة تقول لها بحبك يا جاموسة. تقول لك انا جاموسه؟ ده انت بنت 60 جاموسه. يعني انت سايبه قصيده الشعر دي كلها والمحن اللي ضد طبيعتي وجايه تقول لي ودنك ما سمعتش الا انت جاموسه؟ ده انت بنت 60 جاموسه. كلام الضخم بقى العميق فشخ اللي هو انا محتاجه احس ان انت محتاجني حتى لو ما كانش احتياجك للحاجه، فانا محتاجه احس باستقلالي ووجودي في حياتي. ايه الاستقلال ايه وانا الانجليزي؟ ايه القرف ده؟ انا حاسس ان انا قاعد في محاضره تنميه بشريه، مش علاقه عاطفيه وحب. وايه ده؟ اوسخ حاجه بقى فكره انا لازم اغيره. انا ما تغيرهوش، ما تغيرهوش، هو محب زي ما هو. بينزل مع اصحابه، ايه المشكله فيها؟ ايه اناني وماله غيور؟ طب ما ده طبيعي. ما لما هو في كل ده، ايه اللي عجبك في امه اصلا؟ حبيتيه ليه؟ ما بنهزر وانتوا قافشين. فالمنطق الطبيعي اللي المفروض العقل البشري يفهمه ان احنا، يعني انا قصدي اضحكك وافرفشك، واللي هو افك القعده كده، نهزر جو، بستهون بضعفك وحزنك وباجي على جرحك والامك حاسس ان انا واقف في عزا الشغل. شغل هاني شاكر ده ما ياكلش. ما هو انا المفروض اعمل ايه؟ ما انت مقفشه. اعمل ايه بقى؟ ازود التيم بله ولا اهزر بقى ونضحك؟ وماتش الكوره او بولة الاستيميشن بالنسبه لي زي الميك اب بالنسبه لك كده بالظبط. فبعد اذن امك مهما حصل، ابوكي مات، البيت وقع على دماغ اهلك، ما تقاطعنيش، ما تكلمنيش وانا بلعب بولت ستيميشن وانا بتفرج على ماتش. ما تتصليش بيا اصلا. وموبايلي زي بوكسري بالظبط. فكره ان انت تفتشي فيه قبل الجواز عيب وحرام، فشيلها من دماغك اساسا. وكل صحابي الولاد اللي انت بتكرهيهم دول رجاله فشخ، جدعان، وصحابي اللي اتربيت معاهم. ومش لازم انت تحبيهم عشان انا احبهم، دول صحابي انا اصلا. بحبك، اقسم بالله بحبك، وشرف امي بحبك، ومش لازم افضل اقولها مع الخمس صلوات ومع الثلاث وجبات واول لما اصحى من النوم وقبل ما انام في القيلوله بتاعه العصر وفي مورنينج تكست على الصبح. ده جنان، ده قرف، نزهق كده. ده ما نتخنق فنزهق. والتلاتة كيلو اللي انت زدتيهم وعاملين لك اكتئاب في حياتك، انا اقسم بالله ما واخد بالي منهم ولا حاسس ان انت تخنتي اساسا. لما تقرري تعملي دايت عرفيني، عشان كل ربع ساعه اقول لك ايه ده انت ازاي خسيتي كده يا حبيبتي. تضربي بيتزا قد كده واقول لك ايه ده انت ازاي خسيتي كده يا حبيبتي. برجر كينج واقول لك ايه ده انت ازاي خسيتي كده يا حبيبتي. اسندي كرشك على وركك كده واقول لك لا ما تهزريش، انت اكيد ما خسيتيش كل ده بالسرعه دي. وعادي جدا معظمنا بيبص على اي رجلين بنت حلوه عدت من قدامه، احنا بنلبي نداء الطبيعه. قال لي بص فبصيت، فما تاخدهاش على صدرك قوي كده يعني. والشوبينج مش حل لكل المشاكل عامه، ودي اكتر حاجه احنا بنكره نشارككم فيها. وعلى فكره اللون البطيخي والبنك نفس اللون، نفس درجه واحده ما اختلفتش. ولو كل فين وفين كده مثلا مفاجاه حلوه، هديه صغيره، مش لازم احنا اللي يطلع عين ابونا هدايا وبتاع يعني. ده حتى لو شبشب بصباع هيأثر على العلاقه، هينهيها.